يسعد أوقاتكم وأيامكم بكل خير. وصفتنا لليوم بيتي فور باللوز رح نجهزه بطريقة سريعة. تابعوا الفيديو للنهاية وخلونا نبدأ بطريقة التحضير. بداية لتحضير اللوز بنحتاج كاسة من اللوز 220 ملي. رح أحطها بمحضرة الطعام وأطحن اللوز طحن ناعم. بهالشكل اللوز انطحن وصار جاهز. هلا رح أبدأ بتجهيز عجينة البيتي فور. رح نحتاج 200 جرام من الزبدة مع بيضة بحرارة المطبخ، و3/4 كاسة شاي زيت نباتي، مع ظرف فانيليا 5 جرامات، و3/4 كاسة سكر بودرة. رح أخلط المكونات هاي كلها مع بعضها وبعدها أنتقل لإضافة الطحين. رح أضيف أول كاستين من الطحين وأستمر بالعجن، وبالأخير بضيف آخر 3/4 كاسة طحين. لعجينة البيتي فور باللوز رح نحتاج اليوم كاستين و3/4 كاسة طحين. ضفتن على مراحل لأتأكد من حاجة العجينة للطحين. هلا بالأخير ضفت آخر 3/4 كاسة وبستمر بالعجن لأحصل على قوام العجينة طري ولسه بيلزق. طبعا قوام العجينة لازم يكون بيلزق لأنه بالأخير رح نضيف اللوز المطحون. بالأخير رح أضيف هلا الظرف بيكنج باودر 10 جرامات وأستمر بالعجن. بهالطريقة صار قوام العجينة. لاحظوا شلون لسه عم بيلزق. هلا رح أضيف كل كمية اللوز اللي طحناه بالبداية الفيديو، وكمان أعجن لتصير قوام العجينة متماسك. بهالشكل عجينة البيتي فور صارت جاهزة. لاحظوا شلون صارت متماسكة وطرية. هلا رح أعيفها بالبراد ترتاح 10 دقايق وبعدها رح أطالعها وأبدأ بالتشكيل مباشرة. طالعت عجينة البيتي فور من البراد. هلا عصينية الفرن حطيت ورق زبدة. رح أخد قطعة من العجينة وأكورها بإيدي وأضغط عليها بهالشكل هاد وأحطها بصينية الفرن. لاحظوا شلون طريقة البيتي فور جدا بسيطة. مجرد اني اكور العجينة واضغط عليها واسوي الاطراف واحطها على الصينية. بهالوقت راح احمل الفرن على حرارة 200 لمدة 10 دقايق، وبعدها راح ادخل صينية البيتي فور على الرف الوسطاني واشوي البيتي فور بس الحرارة من تحت. بيستغرقوا وقت بالفرن تقريبا 10 دقايق. البيتي فور لازم نطالعه من الفرن وهو طري وانتظره لحتى يبرد تماما، وبعدها بيصير جاهز للتقديم. راح ادخل هلأ الصينية على الفرن، وبعد ما انخبز البيتي فور وانتظرته لحتى برد تماما زينته بالسكر البودرة. وبهيك وصفة اليوم صارت جاهزة معنا. عملنا بيتي فور اللوز بطريقة بسيطة ومكونات جدا سهلة. بتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونلتقى بوصفة جديدة إن شاء الله.